كل شيء بموهبة كبيرة مع العمل الجاد والإرادة والاستمرار وشخصية قوية لرونالدو. ومسار هذا اللاعب الكثير يعرفه منا، إلا أنني لن أتحدث في هذا الموضوع، بل سنكشف بعض الحقائق المتعلقة والرائجة عن رونالدو الحالية. وأنا متأكد بأن أغلبيتكم سيغير رأيه عن هذا اللاعب بعد معرفة الآتي. أنا شخصيا لم أكن من محبي هذا اللاعب، لكن ما تبين لي بعد هو أن كريستيانو رونالدو كلاعب وكإنسان ستحبه بغض النظر عن ديانته ومعتقداته. فكما نعلم أن كريستيانو رونالدو نشأ في أسرة برتغالية فقيرة من أب كان يتعاطى للمخدرات ومدمنا على الخمر، مما أدى به إلى الموت أمام أعين ابنه كريستيانو الذي أخذ على عاتقه عهدا بأن يكون من أفضل اللاعبين في العالم وأحسن حال من حياة أبيه، والباقي تعرفونه الآن. في مقابلة لرونالدو سئل عن ما إذا كان يشرب الخمر، أجاب بلا متأثرا بما عاشه أباه وأنه السبب في موته. وكان موقف رونالدو من المثلية وفرض ارتداء شارة القيادة الملونة عكس ما توقعه الجميع، فهو من بين اللاعبين الذين رفضوا ذلك، وبدا من خلال ارتدائه لشارة كتب عليها كرة القدم توحد العالم خلال مباراة البرتغال ضد غانا في كأس العالم بقطر، ليصبح رونالدو مهاجما من طرف الكل من هذا الموقف. تجلى ذلك في جلوسه كثيرا على دكة البدلاء كعقاب الله من طرف قوة قوس قزح. ولا يصاوركم الشك بأن رونالدو هذا رفضت الكثير من الفرق الأوروبية التعاقد معه، بما فيها ناديه السابق سبورتينغ لشبونة. يبدو لنا جليا بأن رونالدو عوقب ورفضته كل الفرق الأوروبية، ليس لتقدم سنه وقلة عطائه، بل لموقفه الذي أبداه، ويكون بذلك نادي النصر السعودي وهو فريقه، لأن هذا الأخير من دولة عربية آسيوية مسلمة، ولهذا تم الاتفاق. كريستيانو رونالدو لطالما كان ولا يزال من اللاعبين العاديين دون خمر ولا وشام ولا دعم للأفعال الغير أخلاقية. إيمانه القوي بالعمل الجاد والرياضة في سبيل النجاح واكتساب قوة بدنية وجسدية هائلة وهي واضحة عليه. إذن فرونالدو مثال يحتذى به في عالم الرياضة عامة وفي كرة القدم خاصة. لا أحد يعلم، قد يسجل رونالدو في الدقيقة 90 هدفه الناقص ويعتنق الإسلام